السلام عليكم. دخل الصيف وفواكه الصيف كلنا نعرفوها، واليوم جبت لكم ان شاء الله تاخذ بالفواكه الصيفيه اللي تكون عندك في الدار. بسم الله بركة الله. العجينه تاعنا تستحقوا لها 100 غرام زبده نباتيه بحراره الغرفه. انا شويه كان دايبه معايا، لكن مش لازم تكون هكا دايبه. نحتاج نصف كاس من السكر الناعم، حبه بيض، نحتاج ملعقتين من الزيت، ونحتاج ملعقه فانيليا، ونصف ملعقة صغيرة خميرة الحلويات، ونسحق رشة من الملح. بسم الله. راح نجيب وعاء اللي نخلط فيه، واكيد نحتاجه طحين الابيض. انايا راح نبدا نحط اول حاجه اللي هي الزبده النباتيه، نحطها في الوعاء. راح تكون مش لازم تكون هكا ذايبه، لازم تكون بحراره الغرفه فقط. انا شوي ذابت معايا. راح نضيف لها الزيت، ونضيف لها السكر الناعم. راح نحركوا هذا الشيء. تقدري تستخدمي اليد تاعك والا بالخلاط الكهربائي كما انا درت، باش نختصر الوقت شويه. اصلا الزبده راح تكون بحراره الغرفه، والزيت راح يساعد انه السكر يتداخل مع الزبده. ووظيفه الزيت كذلك انه راح يخلي او التخت تاعنا او العجينه تكون مقرمشه، ومش راح تطرى لك الا بعد 3 ايام. يعني من أول يوم راح تستخدميها تكون وكأنها جديدة، لكن في اليوم الثالث راح تحسي إنها طرات قليلا. ومن بعد هذا، بعد ما تدخل السكر مع المواد الدسمة الزبدة والزيت، نضيفه حبة بيض كاملة ونواصلوا الخفق. بعد ما نخفقوا البيض مع الخليط الكريمي اللي كان عندنا، لازم تتداخل كثير المكونات مع بعض. نجيو نضيفوا باقي المكونات المطحونة، مثل الآن درنا خميرة الحلويات والفانيلا ورشة الملح. نخلطوا الكل مع بعض. مش راح تاخذ منك وقت كثير، وبالعكس راح تجيك كثير سهلة، وراح تستعجبي انه خفيفة كثير وسهلة في الصنع. وكذلك الصيف نحبوا ليتاخذ، نحبوا نغيروا شوية من الحلويات، ولا يكون عندنا مناسبات وعيد الأضحى على الأبواب، تقدري انك تستخدميها. هنا راح نضيف الطحين الأبيض تدريجيا لحد ما نتحصل على عجينة تكون طرية مش ناشفة كتير. طبعا أنا استخدمت الدراب الكهربائي أو الخلاط الكهربائي، بس أني حسيت العجينة بدأت أنه تكون سميكة، استخدمت اليد وما تعجنيهاش. دايما نقولكم الحلويات العجينة لا تعجن، فقط لمديها بالطحين الأبيض حتى ما تتحصلي على قوام عجينة يكون طري. نصيحة صغيرة، إذا حسيتي إنه العجينة تاعك ضفتي لها الكثير من الطحين الأبيض، لأنه أنا مش حاطة مقادير، الكل نعرفوا إنه الطحين الأبيض يختلف، في اللي بينشف بسرعة ويتشرب السوائل بسرعة، وفي اللي لا. ضيفي لها بياض بيضة، وكذلك دخلها بالعجينة راح تصير طرية ومحلاها. أنا جبت كيس بلاستيكي، وجبت صينية الكيك أو صينية التارت. إذا حبيتي صينية العائلية بالحجم العائلي مثل أنا درت، وتقدري إنك تستخدمي الصواني الفردية. أنا أفضلها أكثر، ولكن أنا حبيت نغير شوية إنه نحط بالصينية الكبيرة. صراحة شكلها جميل وتزيينها رائع. بعد ما نفرن العجينة في كيس بلاستيكي، أي كيس غذائي يكون عندك، المهم يكون نظيف. نفردوا العجينة فيها حسب قطر أو حسب حجم الصينية. بعد ما نفتحوا العجينة راح نقيس حجم الصينية كما قلت لكم، وكذلك الأطراف حاولي إنك تسويها ما تخليهاش فيها شوائب. فتحي الكيس وسوي العجينة تاعك كيما هكا، مشان لما تجي تقلبيها في الصينية ما تعذبكش. بعد ما قلبتها أنا سويتها على حسب الصينية، وحطيت البلاستيك كذلك باش نشيل كامل هذه الشوائب ويكون شكلها مسطح وجميل. بعد هذا راح نجي نثقبها بالشوكة، نعملها الثقوب دورها انه تخليش العجينة تنتفخ عند الطهي. انا عملت هذه، وعملت 2 تختلات صغار. هذه الأحجام كثير جميلة كذلك وعملية الصراحة، لكن لازم يكون عندك كمية مليحة منهم باش تقدري انك تخلصيهم بسرعة. بعد ما فردت العجينة اللي بقات لي، كذلك ناخد عيارها ونجي نقلبها على
الصينية الفردية هذه ونسويها كيما سويت الكبيرة، غير بشوية حتى تاخد شكل هذه الصينية. نضغط عليها من الفوق باش نشيل كامل الزوائد بحال هكا. ومن بعد نلم كذلك هذه العجينة راح نعمل فيها الصينية الثانية أو الصينية الفردية الصغيرة. راح نسويها باش تاخد طابع هذه الصينية، وهي كذلك نثقبها بالشوكة. أصبحت التارت تاعنا جاهزة تروح الفرن على درجة حرارة 150 حتى تكتسب لون ذهبي. راح نجو نحضروا الكريمة. نحتاج لها ملعقتين من النشا، صفار بيضتين، وملعقتين من السكر العادي، ونصف لتر من الحليب. أول خطوة راح نحطوا كامل مقدار الحليب على النار درجة حرارة متوسطة حتى يسخن الحليب فقط، مش لازم يغلي. ومن بعد هذا راح نجيو نحضروا الصفار البيض مع النشاء، نخلطوهم مليح حتى نحصلوا تقريبا على عجينة تكون ناشفة هذا الشيء. وبعدين راح نحطوا السكر كما رانا نلاحظوا. بعد ما نخفقوهم بالفويه أو بالخلاط اليدوي راح نحطوا على هذه العجينة الناشفة. راح نضيف لها القليل من الحليب اللي كان سخن معانا ونطلقوها أو تصبح جارية بهذه الطريقة. نضيفوا لها مقدار السكر ونضيفوا نصف مقدار الحليب ونخلطوا كامل المكونات مع بعض لكي ما تجمدش معايا النشاء وما ينضش البيض. كذلك لازم يكون الحليب متوسط درجة. بعدين راح نحط كامل كمية الحليب مع الحليب الأول على نار متوسطة ولكن مع الخفق المستمر. لماذا الخفق المستمر؟ كي ما ينضش الحليب معاكي وما تتشكلكش كتل صغيرة وما يحترقش ويلتصق في القاع. بعد ما تدير لك هذه الفقاعات تشيليها من على النار ونحط لها ملعقة كبيرة من الزبدة النباتية ونواصلوا الخفق حتى تذوب الزبدة داخلها. ومن بعد هذا راح نضيف ملعقة ونصف من الفانيلا، وكذلك راح نضيف شيء أنا ضفته كثير طيب. تقدري أنك تضيفي نكهة الفواكه. أنا ضفت نكهة المشمش مثل ما شايفين أروم المشمش، فقط نقطة صغيرة راح تعطيكي نكهة طيبة كتير. ولكن أجمل أروم أو أجمل منكه هي تاع الموز. إذا كانت متوفرة عندك ما تترديش تضيفيها. ضفت لها كذلك عصرة من الليمون. تقدري انك تستغني عن الجميع وتحطي فقط الليمون والفانيلا او فقط الفانيلا، لكن هذه الخطوات تستقين تحصلي على كريمة لذيذة جدا وأذواق الفواكه متداخلة فيها. راح نغطيها بكيس بلاستيكي ملامس للكريمة لكي لا تتشكل لك طبقة ونحطوها تبرد. بعد ما طلعت التارت تبعي من الفرن نتركها تبرد وشيليها من الصواني بكل حذر لأنه كتير طرية وهشة، يعني قابلة للانكسار بسرعة. بهذه الطريقة راح نجيب أنا عندي مربى الفراولة لكن مربى كثير مركز، يعني أنا الفراولة طحنتها تقريبا وحطيتها كطبقة أولى. تقدر إنك تستخدمي مربى الفراولة اللي يكون عندك أو مربى المشمش، مربى الكرز راح يعطيكي ذوق رائع جدا. حطوها كطبقة أولى. راح كما قلت لكم هاد التارت هي تارت فواكه وتارت صيفية، راح تكون منعشة بطريقة رائعة. بعد ما نوزع كل الفراولة بقاع التارت بالكمية المناسبة والكمية اللي انتو تحبوها وتفضلوها بهذه الطريقة. راح نجيب الكريمة تاعي بعد ما بردت، لكن انا ما تركتهاش تبرد كتير، لكن انتي تقدري تخليها اكثر من هذا. وسكبتها في التارت على مربى الفراولة وراح نوزعها بكمية مناسبة، يعني متخليهاش كتير عالية لأنه راح نضيف الفواكه كذلك بكمية معتدلة. من بعد ما نوزع كامل الكريمة شوفوا لي اياها قديش طرية ولونها جميل وصدقوني لذيذة جدا. يا ريت تقدروا انك تشموا الروائح تاعها، كتير كتير طيبة هذه الوصفة وكتير طيبة لضيوفك. أنا جبت المشمش المعلب، كان عندي مشمش عادي لكن أنا نفضل هذا في تزيين التارت. راح نحطه حوالين التارت بكمية يعني أنا استخدمت علبة واحدة. راح نرصهم كامل جنب بعض مثل هذا كم تشوفوا في هذه الطريقة. أنا ما حبيتش أني نقطعهم
والصراحة شكلهم جميل ولونهم أجمل. استخدمت حبتين من الكيوي إذا كان متوفر عندك، أنا نوصي ونعاود ما تكلفيش نفسك، يعني في فواكه تكون موجودة عندك بالبيت تقدري إنك تستخدميها، فتقدري تستخدمي تفاح أو موز، عنب أحمر، عنب أبيض، خوخ، مشمش. كلنا نعرفوا إنه الصيف غني بالفواكه. بعد ما رصيت الكيوي استخدمت حبتين، كذلك استخدمت العنب فقط باش ننوع الألوان وتجي لونها زاهي وصيفي ولذيذ وشهي ومنعش. بعد هذا رشيت عليها القليل من السكر الناعم. السكر كما نعرفوا يعطي لها حل لون جميل جدا، يعني كل شيء أبيض يكون جميل. وبعد هذا الفواكه تاعنا تليتهم بالقليل من مربى المشمش اللي يكون عندك، فقط طلية خفيفة أو تقدري العسل الأبيض باش الفواكه ما تنشفش وتجمد. أنا ما عليها نقول لكم إن شاء الله يا ربي تجربوا هذه الوصفة، وإن شاء الله يا ربي تخلوا لي لايك باش نعرف قداش عجبتكم هذه الوصفة. نشوفكم في وصفات الجايين. باي باي.